هو ايه حكايه الفيلم اللي اتصور ومحدش فينا هيعيش لغايه ما يشوفه؟ ما تروحش بعيد، اللي جاي يستاهل. اسم الفيلم 100 years او 100 سنه، وده مش مجرد اسم، ده حرفيا المده اللي لازم تعدي قبل ما الفيلم يتشاف. الفيلم ده جت فكرته من المخرج روبرت رودريجيز والنجم جون مالكوفيتش. الفكره كانت بسيطه بس مجنونه، يعملوا فيلم دلوقتي ويتعرض سنه 2115. طب هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الفيلم فعلا اتصور بالكامل سنه 2015، لكنه متخزن في كبسوله زمنيه. الكبسوله دي مش هتتفتح قبل مرور 100 سنه بالتمام والكمال. الفيلم متحفظ عليه في خزنة خاصة جدا هتفتح تلقائيا في التاريخ ده كأن الزمن نفسه هو المفتاح. طب الفيلم عن ايه؟ محدش يعرف. السيناريو وكل حاجة عن القصة سرية تماما، وكل اللي نعرفه انه بيتكلم عن المستقبل، بس هل هيكون مستقبل واقعي ولا خيالي؟ الله اعلم. حتى التريلر اللي نزل كان فيه 3 نسخ مختلفة، وكل واحدة فيهم كانت بتحكي فكرة خيالية عن شكل المستقبل. لو فكرت في الموضوع هتلاقي ناس كتير بتقول ليه أصلا نعمل فيلم مش هنشوفه، بس ده اللي بيخلي 100 years مختلف. فيلم موجه للزمن مش للمشاهدين الحاليين. تفتكروا لما الكبسولة تتفتح في 2115 هل الناس هيحبوا الفيلم؟ وهل هيكونوا المستقبل زي ما تخيلوا رودريجيز وماركوفيتش؟ هنفضل نستنى، لكن مش احنا اللي هنعرف الإجابة. بس كده.